ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنوريكم استخدام الكمبروسر الكهربائي من ماركة بوش في دهان الابواب. طبعا بعد ما حضرنا الباب زي ما احنا شايفين كده وجهزناه تأسيس ومعجون وبطانة، بنبدأ بعد كده في آه التشطيب بتاعه من خلال الكمبروسر الكهربائي. وطبعا احنا منيبين الباب زي ما احنا شايفين كده عشان الباب يتشبع من الدهان، وكمان ما يحصلوش اي نوع من انواع التسييل. تمام، ويبقى كمان الشغل عليه بطريقة اسهل، بالذات لو اول مرة تستخدم الكمبروسر. فطبعا بيبقى الموضوع اسهل بكتير من ان هو يبقى واقف، لان هو واقف ممكن يحصل اي نوع من المشاكل، بالذات لو انت اول مرة ترش بالكمبروسر. فاحنا بنتجنب ده وبننيم الباب زي ما احنا شايفين كده، وبنبدأ فيه رشه بطريقة جيدة. طبعا بنبدأ ان احنا نرش بطريقة يمين وشمال عشان الباب يتشبع من الدهان زي ما احنا شايفين، وكمان يخلي الباب آه، باين اي حاجة فيه قدام عينيك. اي حاجة ما خدتش كويس، اي حاجة محتاجة دهان زيادة، بتبدأ ان انت طول ما انت الباب نايم قدامك شايف الباب بيدهن، او بي الدهان بيبقى مغطيه بشكل كويس. طبعا زي ما احنا شايفين كده ببدأ ان انا اشبع الباب من الدهان، ودهان كمان من الجناب. وبعد كده طبعا بسيب الباب ينشف لتاني يوم، يكون الدهان شد، ويبقى الشكل زي ما احنا شايفين الباب متشبع بالدهان. ودلوقتي آه، احنا خلاص خلصنا دهان او فرد الدهان بالكمبروسر الكهربائي ماركة بوش، وهنوريكم دلوقتي شكل الباب طبعا بعد ما اتدهن بالكمبروسر. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، ونرجو الدعم والاشتراك من أجل نشر فيديو.